يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلوى السميد التركي، من الحلويات الجميله جدا. هنعملها بدقيق السميد زي ما قلت لكم. دقيق السميد مش هنعمل بيه بس البسبوسه، لا هنعمل بيه حلوى السميد زي ما انتم شايفين. وعملنا بيه كده اللي هي التركيه، وعملنا قبل كده حلوى الهنديه، حلوى الاسبور زي ما انتم شايفين. تحفه وجميله جدا، من الحلويات العتيقه بتاعت تركيا يا جماعه. رائعه بصراحه وطعمها حكايه جدا. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة جبت كوباية سكر معايا، وهنزل عليها بكوباية مية. هدوبهم كويس واسيبهم يغلوا لمدة 3 دقايق. اول ما يبدأوا يغلوا اسيبهم يغلوا لمدة 3 دقايق، وبعدين هركنهم على جنب ونشوف هنعمل ايه. بصوا هو كده السكر داب معايا زي ما انتم شايفين كده. خلاص هو غلي لمدة 3 دقايق. انا هطفي عليه. جبت طاسة معايا معلقتين سمنة او زبدة زي ما انت عايزة، وبعدين هسيح السمنة كويس جدا. وهجيب معايا كوباية سميد بتاع البسبوسة يا جماعة. دي السميد بتاع البسبوسة. السمنة ساحت هنا، هبدأ انزل بالسميد. هقلب السميد كويس جدا لغاية ما يديني لون ذهبي. انا عايزة اللون الذهبي. قلبي وما تخافيش مش هيتحرق منك، بس وطي عليه النار عشان ما يتلهفش منك ويتحرق، يدي طعم مش كويس في الحلوة بتاعتنا. زي ما انت شايفة كده. قلتلكوا حلوى السميد التركية دي من الحلويات العتيقة، طعمها جميل جدا. ودي البسبوسة مش تعملي بيها اي حاجة، يعني البسبوسة وبس، لا. زي ما انتم شايفين كده اللون بقى ذهبي معايا كويس جدا اهو. قلبته كويس جدا لغايه ما اداني اللون ده، وقلت لك خلي بالك عشان ما تحرقش منك. هنزل عليه بالشربات اللي انا عملته حبه حبه كده عشان النار، وانت بتعملي وانت بتحطي الشربات ما يطرطش عليكي يعني. زي ما انتم شايفين قلبته اهو. وهجيب كمان كوبايه لبن عشان اعزز الطعم بيها، يبقى طعمها حلو وغني كده. هنزل بيها زي ما انتم شايفين. يا خبر ابيض، ايه اللي هتعمليه ده يا سمر؟ ده السميد عام في قلب السوائل اللي انت حطاها. لا لا لا، ولا اي حاجه من دي خالص. دي السميد كل ما بتديله سوائل بيشرب كويس جدا، بيشربها كويس جدا. هتشوفوه معايا دلوقتي. هنفضل نقلب كده لغايه ما يشرب السوائل خالص ويبقى شبه العجينه معايا. يعني ما تخافيش خالص، السوائل دي كلها هتتشرب دلوقتي اهو. بصوا ابتدى يشرب السوائل ازاي، وهتشوفوه بقى وهو عجينه دلوقتي. بصوا شبه العجينه ازاي. بصوا هو ده القوام اللي انا محتاجاه، بقى شبه العجينة. هنجيب قالب بايركس او صينية ونفرده فيها زي ما انتم شايفين كده. انا فردته خالص في القالب. عجينته لينة وحلوة جدا وتفرد بكل سهولة. هنعمل بقى الطبقة التانية معانا اللي هي المهلبية او شبه القشطة كده. كوبايتين لبن، وثلاث معالق نشا كبار. وهنزل كمان بثلاث معالق سكر، لان ايه طبعا السميد فيه سكر كتير. زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض كده لغاية ما يختلطوا ويندمجوا كلهم. وبعدين هرفعهم على النار لغايه ما يدوني القوام الايه المناسب. انا عايزاه مش زي المهلبيه، اتقل من المهلبيه شويه. زي ما انتم شايفين انا ببدا اقلب اهو كده على النار. زي ما قلت لكم عايزه القوام اتقل من الايه من المهلبيه بشويه. زي ما انتم شايفين ابتدى يتقل معايا اهو. هوريكم دلوقتي السمك بتاعه اللي هو المناسب بالظبط لايه للحلوه دي. زي ما انتم شايفين بصوا السمك اتقل من المهلبيه ازاي. المهلبيه بتبقى اخف من كده شويه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هننزل عليه بايه؟ بكيس فانيليا، او لو عندك فانيليا سايله حطي منها. وهننزل عليه بمعلقه زبده او سمنه. هنقلبها كويس جدا. السمنه او الزبده بتدي تعزيز للطعم، وفي نفس الوقت بتخلي المهلبيه لونها بيلمع كده، او القشطه لونها بيلمع، بتدي شكل حلو جدا.
قلبنا كل السمنه كويس جدا، وبعدين بننزل بالمهلبيه على السميد كده زي ما انتم شايفين. طريقتها جميله وسهله وطعمها حكايه بصراحه. الحلويات الجميله جدا، قلت لكم بتتعمل بالطريقه دي. ممكن تعمليها قالب وتحشيها من جوه ايه، المهلبيه او الايس كريم او قشطه زي ما انت عايزه. دي طريقه ودي طريقه، اللي يعجبك طبعا اعمليه بيها، بس الطريقه دي بتبقى تحفه جدا. تقطع خرج كده يبقى شكلها جميل قوي. هنبدا نفرد المهلبيه كويس جدا زي ما انت شفتي كده. هسيبها تبرد شويه وبعدين هدخلها التلاجة لغايه ما تجمد، وبعدين نشوفها مع بعض. طبعا تقعد في التلاجة ساعه نص على حسب التلاجة بتاعتك. شكلها تحفه بصراحه. وبعد ما طلعت من التلاجة زي ما انتم شايفين كده، قعدت معايا ساعتين. هبدا بقى اقطعها كده لخرط. وما تخافيش، سهله جدا وهتطلع من قلب القالب بكل سهوله. عايزه تزينيها بقى بفستق، بمكسرات، بجوز هند، إيه اللي عندك. انا اللي زينتها بيه، زينتها بشويه سميد من اللي انا كنت محمراهم زي ما انتم شايفين كده. شكلها بصوا بقى، شكلها تحفه رائعه وكلها متماسكه ازاي. بصوا الطبقات بتاعتها حلوه ازاي بصراحه، رائعه 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 يعني، جميله جدا. وزي ما قلنا دي السميد هنعمل بيه حاجات كتيره بس مش البسبوسه. بصوا شكلها تحفه، هي بتتكلم عن نفسها بصراحه. هبدا انزلها في الطبق معاكم. وطبعا كالعادة لازم ايه يا جماعة، لازم ندوقها مع بعض. بصوا الشكل. هبدأ ادوقها معاكم كده. طبعا طعمها جميل جدا يعني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.